الخطير في الأمر هو أنه اليوم في الاجتماع التنسيقي الأول خرج السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بواحد التصريح. هذا التصريح اللي قالوا الجريدة جود كيقول فيه بأنه التعليمات اللي تعطاته من طرف جلالة الملك أن تكون هذه المدونة مدونة للمرأة. أظن أن هذا التصريح يناقض تماما خطاب العرش، ويناقض تماما مبدأ الحياد الذي يجب أن تكون عليه أي لجنة مشرفة، خصوصا أن الأمر الذي يتعلق بالأسرة هو أمر يتعلق بحقوق الرجل وحقوق المرأة. هذه اللجنة لجنة مطلوب منها أن تنصف المرأة المغربية وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدة المرأة. وهذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها وبعد أن نستمع إلى جميع الأطراف. نتمنى أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك، نتمنى أن ننصف المرأة المغربية لأنها في الحقيقة تستحق الإنصاف، وهذا الإنصاف الذي يريده لها جلالة الملك ويستهدفه جلالة. هذا الكلام اللي قالوه به هذا كيجعله خارج منطق الحياد وخارج منطق التعليمات التي أعطيت في خطاب العرش الأخير. كان واضح خطاب العرش الأخير أنه بركة ما تعتبر المدونة مدونة الأسرة هي مدونة المرأة فقط، هي مدونة للأسرة، والأسرة باش تكون مستمرة ونوقفوا النزيف ديال الطلاق خاص فيها حقوق الرجل بالتوازي مع حقوق المرأة.